السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين وحشتني جدا جدا. النهارده انا جبت الكتاكيت. طبعا قبل ما بتجيبي الكتاكيت بقى بتكوني مجهزة المكان. بصوا لنضة 200 اهي، مش عارفة باينة ولا لأ. هي اللنضة دي 200. احنا هنجيبها في النص شوية هنا علشان تبقى اقوى. انا بس مستنية حد يعملها لي. وهنا الكتاكيت الله اكبر اهي. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. هنحط لهم ده العلف. ده علف الفات اللي هو تبع شركة نيمو وبادي والحاجات دي، تمام. العلف ده جميل جدا وحلو، يعني هو كويس. او الايمان تمام، اللي انت حابه تجيبيه جيبيه، واي علف برضه ريح فيه، تمام. انا عملت طبق كده وحطيت لهم، وديت ميه فيها محلول جفاف او شويه سكر، تمام. اهو كتاكيت الله اكبر بسم الله ما شاء الله، أنا لسه جايباها اهو. ده اول دقيقه ليهم يعتبر، يعني يا دوبك بقالهم ربع ساعه اهوت يا جماعه. يا دوبك انا حطيت بس الاكل والميه وجهزت لهم مكانهم واصور لكم اهو. انا مضايقه لهم المكان كده، وممكن نضايقه شويه تاني يعني. ضيقته لهم علشان يبقى المكان دافع عليهم وما يبقاش ضيق اهو. بصوا الحته ده كلها، كل طب ما بيكبروا كل ما هنوسع. يلا تابعوا معانا وهنشوف هنحط لهم ايه وهنعمل ايه والمواسم بتاعتهم هتطلع عامله ازاي. وهنشوف لو حد عايز نوع معين تمام قولولي وانا نكتب لكم الانواع اللي انتوا عايزينها. في نوع بيشيل صدر يعني اكتر، بيبقى الصدر بتاعه مليان عن الوراك بكتير، تمام. وفي نوع تاني بيشيل في الوراك اكتر من الصدر. شوفوا انتوا حابين ايه يعني هنقول لكم برضو كده وكده. هما نوعين يعني بالظبط، نوعين كويسين جدا. هو في اكتر من نوعين، في 4 انواع تقريبا، بس مش كله حلو يعني. اهو في اللي بيشيل الصدر اكتر، وفي اللي هو بيشيل في الوراك اكتر. اللي حابه بقى تشكل تمام، اللي عايزه تجيب نوع واحد تمام. يعني اللي حابب بقى البانيه وكده تجيب طبعا اللي بيشيل في الصدر واللي بيحب الوراك الكبيره يجيب اللي بيشيل في الوراك. هو النوعين بيبقوا كويسين. انا برضو جايبه النوعين، جايبه 5 كده و5 كده، والله اكبر بسم الله ما شاء الله، وجمال جدا. زي ما قلت لك لو عايزه تعرفي الانواع الانواع الحلوه قوليلي وانا هقول لك النوع اللي بيشيل في الصدر، واقول لك برضو النوع اللي هو بيشيل في الورك. وهو خلينا بقى متابعين مع بعض. انا هطلعهم ان شاء الله على 35 يوم او 40 يوم كمان، لان ده تربيه عن البيت تربيه في البيت، مش هبيع او كده. طبعا لو هنبيع في حاجات بقى بيجيبوها بتنفخ كتاكيت وكده، طبعا ده مضره ما بتبقاش حلوه. لكن تربيه البيت على 35 يوم او على 40 يوم بيبقى لحمته نشفت كده وحلو جدا، وبيبقى طعمه جميل جدا غير بره بكتير. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي سؤال انا تحت امركم.